اهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي تلفزيون القناه في كل مكان، وحلقه جديده من حلقات برنامجكم الاسبوعي من اجل مصر. من اجل مصر زي ما تعودنا معاكم بنتكلم على التنميه، بنتكلم على المشاريع القوميه، بنتكلم على البنيه التحتيه، على كل ما هو جديد يخص طبعا المواطن في اقليم القناه وسيناء ومحافظه الشرقيه. ان شاء الله باذن الله مستمرين معاكم في عرض كل ما هو جديد من اجل مصر. خليكم معانا بعد الفاصل. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام من أجل مصر، ونتكلم عن الشباب ودور الشباب في التنمية. المرة دي دور الشباب في التنمية من ناحية العمل التطوعي وخدمة المجتمع. دور كبير طبعا بيقدمه شباب الوطن، دور كبير بيقدمه شباب مصر المخلص في العمل التطوعي وفي خدمة المجتمع وفي خدمة المكان اللي هو عايش فيه، من خلال طبعا أعمال تطوعية مجتمعية، يعني بدون أي مقابل، نبع عن حب وإخلاص للمكان اللي أنت عايش فيه ولجيرانك ولأهلك، وتحب انت كمان كشاب تشوف الابتسامة على أوجه الناس اللي انت بتتعامل معها. فدي حاجة جميلة بترجع طبعا للتربية الحسنة للشباب، وأيضا وعيهم الكامل بأهمية الوطن وأهمية المواطن وأهمية طبعا الابتسامة الجميلة اللي بتتم في وش كل مواطن محتاج خدمة أو محتاج أي حاجة، أي مساعدة من قبل طبعا الدولة. النهاردة الشباب والعمل التطوعي له دور كبير في المجتمع. في الآونة الأخيرة كل المبادرات الرئاسية اللي تم طرحها في الآونة الأخيرة بتعتمد على الشباب وعلى عملهم التطوعي داخل المجتمعات المختلفة في كل محافظة وفي كل مكان داخل المحافظة. النهاردة في حلقتنا يسعدنا يكون معنا أحد طبعا النماذج الخاصة أو أحد النماذج اللي بتتعامل بيه طبعا مبدأ العمل التطوعي، ومن صغرها طبعا ولسه في مراحل التعليم وحبت العمل التطوعي، وسعيدة جدا ان هي شغالة في هذا المجال وبتساعد المكان وبتساعد المجتمع وبتساعد اهلها وبتساعد كل الناس المحيطين بيها. هرحب بضيفتي الكريمة النهاردة الأستاذة رغدة عواد، عضو أمانة إعلام حزب مستقبل الوطن محافظة الإسماعيلية وأحد شباب العمل التطوعي في محافظة الإسماعيلية. أهلا بيك يا أستاذة رغدة. اهلا بحضرتك وسعيده جدا بوجودي مع حضرتك النهارده. أهلا بيكي، نورتي التلفزيون ونورتي من أجل مصر. نور حضرتك. يعني في البداية عايزين نعرف من حضرتك يعني العمل التطوعي وازاي بدأ معاكي وازاي جات لك الفكرة ان انت تشتغلي في هذا المجال التطوعي الخالص. بدأ معايا العمل التطوعي. أنا بتبع للتعليم الأزهري، فإحنا بيحصل عندنا ندوات بنتكلم فيها عن مواضيع كتيرة، منهم مثلا موضوع العمل التطوعي. خاصة بعد ما دخلت حزب مستقبل وطن بدأت إن أنا يعني أعرف أكتر عن أهمية العمل التطوعي، ان احنا ازاي نقدر ان احنا نسعد الاشخاص حتى لو بمجهود بسيط جدا، سواء فكريا او ماديا او حتى معنويا. كفايه ان انت تشوف البهجه على وش الناس في العمل اللي انت بتقدمه، دي بالنسبه لاي حد بيحب العمل التطوعي كافيه جدا. جميل. اسرتي دايما كانت بتشجعني على الخطوه دي. اي خطوه انا بعملها بصراحه هم بيكونوا الداعم الاول ليا، خاصه والدتي يعني بتقول لي اعملي اي حاجه وانا معاكي. ده في العمل التطوعي. يعني بتبداوا ايه بقى؟ يعني يوم ما روحتي او تم انضمامك للفريق، يعني كان في تدريب، كان في ندوات، يعني اتعلمتوا ايه؟ طبعا انا في عضو امانه اعلام محافظه بحزب مستقبل وطن. طبعا الامانه او مدير الامانه هو استاذ علاء وحيد الاعلامي الكبير. هو طبعا دربني، بنعمل زي كورسات في الحزب للاعضاء بتوع الحزب، ان احنا ازاي يبقى عندنا ثقافه الوعي، ثقافه ان انت تساعد غيرك من غير ما انت مستني مقابل. يعني هو ده او ده الفكره العامه اللي بتدور عليها الاحزاب بشكل عام، ان انت ازاي تفيد الناس. تمام. بدأتوا بقى في الندوات دي وبدأتوا تنزلوا الشارع، يعني بالظبط. شاركتوا في مبادرات، شاركتوا في خدمات تطوعية في الشارع مع الناس في المكان اللي انت عايشة فيه، في الحي، في القرية. بدأت طبعا انزل شارع في ندوات. ممكن يكون في الاول كان بالنسبة لي الموضوع غريب، ان انا ازاي ان انا هقدر اتواصل مع الناس وكده، بس تقريبا بقالي سنة وكام شهر في الحزب، فخلاص اتعودت وبقيت بحب جدا الموضوع ده، ان انا انزل اتواصل مع الناس بشكل مباشر، اشوف مثلا احتياجات الناس ايه اللي احنا نقدر نوفره لهم من خلال الحزب. وبقيت بحب الموضوع، بقى بالنسبه لي الموضوع سلس. ممكن في الاول كان بالنسبه لي الموضوع موتر شويه، ان انا ازاي هنزل اتكلم مع الناس، بس طبعا دلوقتي الموضوع بقى بالنسبه لي الحمد لله بقى احسن جدا. في طبعا عندنا في خلال السنة بيبقى في مواسم او في
حاجات معينة زي شهر رمضان، زي عيد الأضحى، زي أهلا مدارس. الحاجات دي كلها بيكون ليها طبعا مواقف مع المواطن ومع الشعب المصري. انتوا بتشاركوا في مبادرات، بتشاركوا في حاجات زي كده بيتم الاستعداد ليها؟ هو طبعا اي مثلا فتره او اي حاجه بيكون فيها ايفنت مهم زي ما حضرتك قلت، الحزب بيستعد ليها بشكل متكامل. بنبدا في الاول ان احنا نعمل اجتماعات علشان نقدر ان احنا نخرج الفعاليات دي بصوره كويسه جدا، والحمد لله الفعاليات بتخرج بصوره ممتازه. طبعا اهم حاجه ممكن يكون احنا فعلا بنبذل جهد كبير جدا عشان الفعاليه تخرج بشكل ممتاز، بس بمجرد ما نشوف فرحه الناس وان انت تلاقي حد بيدعي لك وانت ما تعرفوش، دي حاجه كبيره جدا. فانت بتنسى كل التعب مجرد ان انت تشوف البهجه اللي على وش الناس، والحمد لله ان احنا بنلاقي تفاعل كويس جدا مع الجمهور معانا. شاركتوا في حاجه، حصل حاجه كده في زي ما قلت لحضرتك، هو اي موسم او اي حاجه بيكون الحزب متواجد، سواء رمضان في المدارس، اضحى الخير اللي اتنفذت والكل اشاد بيها في الفتره الماضيه قبل عيد الاضحى، والحمد لله بيكون ليها صدى كويس جدا في الشارع. بتعملوا يعني اللي هي التجمعات الخاصة ب أهلا مدارس والمبادرات الجميلة اللي بتقدموها للمواطن بأسعار مخفضة من خلال طبعا مشاركتك، بتحسي بإيه أو بتشوفي يعني فرحة الناس إزاي في يوم زي ده؟ هو طبعا كل واحد بيكون مثلا ليه تكليف أو ليه حاجة، فانت بتحس بمسؤوليه. وطبعا اهم حاجه او مش بس خلال المبادرات، بس من خلال العمل العام بشكل عام، الاحساس بالمسؤوليه والانتماء للوطن. انت بتحس انت عندك انتماء لوطنك، انت بتتحول من ان انت مستهلك في الوطن ان انت منتج. انت بتفيد مجتمعك، ممكن تكون بحاجه بسيطه، بس لو كل واحد فينا افاد بالحاجه اللي عنده هنحس ان احنا عايشين في مجتمع متكامل. بس وطبعا زي ما قلت لحضرتك، يعني فرحة الناس دي ممكن تنسيك اي مجهود، او حتى لو انت كان بقالك عدد ساعات كتير ما نمتش او تعبان، مجرد بس ما انت تشوف فرحة الناس انت بتقول لا الحمد لله على المكان اللي انا وصلت له. تمام. بتحكي بقى لزملائك في الدراسة عن شغلك وعن عملك التطوعي، وايضا في البيت بيكون رد الفعل او بتروحي تحكي وانت مبسوطة ايه اللي بيتم يعني؟ انا مثلا اول ما بدخل من البيت بدخل لوالدتي اقول لها ماما حصل كذا كذا كذا، وابدا ان انا احكي لها. فهي حبت الموضوع، العمل التطوعي ده انت بتخرج طاقتك في مكان كويس جدا، وبرده بيعلمك حاجات كتيرة جدا زي المسؤولية، إدارة الوقت، انت ازاي تقدر تنظم وقتك بين حياتك الشخصية وحياتك العملية، وان انت كمان تعمل عمل تطوعي. طبعا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ببدأ مثلا انا انزل الفعاليات، حد يبدأ يسألني يقول لي طب انتوا اقدر ان انا ازاي ان انا اشترك في الفعاليات دي، فابتدي بقى ان انا اشرح له عن العمل التطوعي. وفي ناس كتيرة بالفعل بتحب الموضوع، بتبدأ بقى ان هي تشوف اي منظمات او مؤسسات تنتمي ليها ويبدأ ينزلوا في العمل التطوعي. يعني اذا يعني بتبدأي انت تشرحي بقى شغلك بالظبط. كواحدة كعضو في العمل التطوعي، فبتلاقي فيه استحسان وبتلاقي فيه بلاقي فيه استجابة. استجابة من زمايلك. يعني بتقولي لهم ايه؟ يعني ممكن يشاركوا ازاي؟ تديهم معلومات معينة؟ بالزبط. لو حد حب ينضم معاك لنفس الفريق بتقولي له ايه؟ ببدأ ان انا الاول اشرح له كل المعلومات اللي هو محتاجها. طب نستفاد ايه من العمل التطوعي؟ يعني انا بالنسبة لي هي حاجة انا بخرج فيها طاقتي، وبتعلمني حاجات كتيرة جدا. انت بمجرد ما حد يديك تكليف انت بتحس بمسؤولية، وانت تبقى يعني عايز تطلع الموضوع كله من غير اخطاء، حتى لو نسبة الخطأ هتبقى قليلة. فانت بيبقى عندك نضج، مش نضج سياسي بس، على قد ما انت بيبقى عندك نضج في كل حاجة، تعرف ان انت تفكر تحت ضغط. طبعا كل ده ليه مميزات. عشان كده احنا بنقول ان الشباب خاصة ان الشباب عنده طاقة، فالطاقة دي استغلها تكون بشكل كويس او حاجة مفيدة. حاجة مفيدة، ايوه حاجة مفيدة اخدم بيها بلدي. وانا احس بالانتماء لبلدي، يعني البلد قدمت لك كتير، فانت بتقدم لها حتى لو جزء بسيط بس. يعني انا لو قدمت جزء بسيط وغيري قدم جزء بسيط، احنا قدمنا حاجة كويسة جدا لبلدنا. عندكم اطلاع على اللي بيتم في البلد وفي المشروعات وفي يعني ما بتشوفي كده مكان في الشارع عندك او في الحي في رصف طريق، في انشاء طبعا شبكات ميه، شبكات صرف صحي، بتشوفي الحاجات دي بتحسي بايه ساعتها؟ او ممكن تقولي ايه لاصحابك او للناس اللي معاكي؟ بحاول ان انا افهم الاول ايه اللي بيحصل، علشان لما حد يسالني ابقى ملمه بالموضوع واعرف ان انا اتكلم عنه. وبعد ما بفهم بقى، لو مثلا اي حد عنده سؤال طب هم ليه بيعملوا كده، طب ليه مثلا المبادره دي، ببدا ان انا اشرح له. سواء مثلا بوست عندي مثلا على اي اكونت ليا على السوشيال ميديا، او حتى من تواصل مع زملائي بشكل مباشر.
مم. ببتدي بقى ان انا اشرح لهم ليه مثلا الخطوة دي تم اتخاذها. مم. شايفه في يعني في شغل في كل مكان، فده بيديكي اتاحه ان انت تتكلمي وتبرزي الدور الجميل اللي بتقدمه الحكومه في الاونه الاخيره، خصوصا في مجالات طبعا البنيه التحتيه والمشروعات القوميه اللي بتفيد الاقتصاد المصري يعني. هو بصراحة مؤسسات الدولة حاليا بتعمل مشروعات أكثر من رائعة. ممكن يكون في الفترة دي شفنا عدد مبادرات كبيرة جدا تم تنفيذها. مم. طبعا مبادرة زي مبادرة حياة كريمة مم. اللي اتنفذت يعني بشكل أكثر من رائع، واتنفذت في بعض المناطق عندنا هنا في إسماعيلية، وممكن مم. يكون أبرزها منطقة الأنطرة شرق. مركز المبادرة الانطره شرق. يعني المبادرة متفعلة هناك بشكل جيد جدا. مم. يعني غير بقى باقي المبادرات اللي هي بتكون بتهتم جدا بالإسماعيلية كمركز بحد ذاتها، لا احنا باقي المبادرات دي بدأت ان هي توصل في القرى والمدن التابعة للإسماعيلية، وده شيء إيجابي. يعني مش هيكون بس أبناء المركز هم اللي ملمين بالمواضيع دي، لا ان احنا كده ده زي إتاحة فرصة للجميع. مم. نزلت رحت الانطره شرق وشفت لا بصراحة عشان سمعت. موضوع الدراسة وكده. عشان الدراسه، لكن انت اطلعتي على اه الصور بحب ان وشفتي. انا اكون ملمه جدا بالمواضيع، يعني اشوف الصور، اقرا، اشوف ايه الايفنت مثلا اللي حصل هناك. وليا بعض من زمايلي في الانطره شرق وتابعين لحياه كريمه، اتواصلتي معاهم؟ او تواصلت معاهم، هم هقول. حابين جدا الموضوع. يعني مثلا زي افطار جماعي نازلين، احنا بناخد الموضوع على قد ان احنا بيبقى معانا زملاء، يعني بيبقى معانا عيله. يعني الناس اللي معاك دول سواء مثلا شباب وبنات، احنا بنبقى زي اسره مع بعض. بنشتغل مع بعض مثلا طول اليوم في ايفنت او حاجه معينه، فاحنا خلاص هي دي بقت عيلتنا التانية. بنخرج طاقتنا مع بعض، بنقعد مع بعض وقت طويل ان احنا نبدا ان احنا ننفذ المبادرات. فاحنا بنكون زي اخوات، يعني هي عيله تانية بمعنى اصح. طيب انا عايز اعرف بقى، يعني تقولي لي ازاي بتقدري توفقي بين العمل التطوعي وشغلك في الشارع بقى والاسئله والاجابه والمبادرات، وازاي تشرحي وازاي تنفذي عمل انتم مكلفين بيه من قبل طبعا الامانه وكلام من ده، ومذاكرتك يعني ودراستك بقى. عايز اعرف واعرف رد فعل الاسره بيكون ايه. طيب هو بالنسبة لان انا ازاي بوفق، بصراحة الحزب وكل الاعضاء اللي فيه، هم لو انت محتاج اي حاجة هم بيشرحوها لك. انت لو في حاجة مش فاهمها انت برضو انت بترجع لهم، خاصة ان احنا يعني شباب سننا صغير بالنسبة لهم، فهم بيكونوا ملمين بالمواضيع دي بشكل احسن مننا. وزي ما قلت لحضرتك انا يعني اتعلمت كتير من استاذي علاء وحيد، واتعلمت من الامناء برضو اللي موجودين عندنا حاجات كتيرة جدا، ويمكن تكون غيرت في شخصيتي. بوازن ازاي؟ طبعا ممكن يجي عليك وقت انت بتحس بضغطة، انا مش قادر ان انا اركز في مذاكرتي ومش قادر ان انا انزل الشارع. بس طبعا انت ده كله زي ما قلت لحضرتك ادارة وقت. فانت بتعمل سيستم لنفسك ان انا هذاكر عدد الساعات دي، انا هروح دروسي عدد الساعات دي، انا هنزل. وبرده ساعات بيبقى غصب عنك، انت مش هتقدر تغطي كل الفعاليات دلوقتي. تمام. بالنسبه لاسرتي ودعمهم ليا، فزي ما قلت لحضرتك هم اكتر ناس بيدعموني. يعني مامتي اول ما اقول لها على حاجه تقول لي نفذي، وانا معاكي، انا في ظهرك. بتديك عدد معين لساعات المذاكره يعني في؟ لا بصراحه هي بتسيب لي الموضوع فري. يعني هي كل اللي عليها ان زي ما قلت لحضرتك هي بتقول لي اعملي اللي انت شايفاه مناسب واللي هيكون كويس ليكي، بس برضو يعني لازم المذاكره اهم حاجه. وانا يعني الحمد لله يعني بالنسبه للدراسه الحمد لله، يعني انا خدت الطالبه المثاليه محافظه اسماعيليه لسنتين ورا بعض، والحمد لله خدت المركز العاشر على جمهوريه. جميل. لا ده معانا يعني معانا واحده متفوقه ايضا دراسيا وعلميا. طيب رغدة، انا اطلع فاصل وارجع ليكي مره ثانيه. تمام. مشاهدينا الكرام، من اجل مصر فاصل ونرجع ليك واستكمال حوارنا عن العمل التطوعي ودور الشباب في خدمه المجتمع. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام من أجل مصر والعمل التطوعي مع الشباب وركيزة أساسية للتنمية، ونستكمل حوارنا مع الأستاذة رغدة عواد. رغدة، يعني أقول لك بقى يعني إزاي بتواجهوا مشاكل التكنولوجيا كلسه بقى شباب صغير، وإزاي بتقدروا تحجموه، وإنتي ممكن تقومي بدور إيه مع زملائك في الدراسة أو في الحزب أو في المكان اللي أنتوا شغالين فيه؟ طبعا هو التكنولوجيا والسوشيال ميديا بشكل عام هي بقت ركيزة أساسية في كل بيت. يعني حتى من النشء الصغير مثلا ممكن يوصل لسن 5-6 سنين يكون معاه تليفون. هو زي أي حاجة التكنولوجيا مش بس ليها سلبيات، هي زي أي حاجة في الطبيعة ليها بروس اند كونز، مزايا وعيوب. هي بتبقى على حسب الاستخدام الشخصي. يعني وهنقدر نقول إن هي سلاح ذو حدين.
لو انا ده اكيد استخدمتها هي سلاح ذو لو انا حدين. استخدمتها بشكل مفيد هتكون مفيدة جدا. يعني مثلا انا ممكن ان انا اقدر من خلال التكنولوجيا دي ان انا اخد كورسات اونلاين، لو انا عندي ضيق وقت مش قادر ان انا انزل، فهي كده بتوفر لي وقت كبير جدا، وان انا هيكون برضو معايا شهادة تدريبية على حسب الاستخدام. واهم حاجة برضو في السوشيال ميديا نشر الشائعات. ممكن اي حد دلوقتي يقعد يكتب بوست هو الخبر فيك، بس انت تدخل على مثلا عليه تلاقي فيه عنده ريتش، تلاقي فيه شيرز كتير، تلاقي فيه كومنتس، تلاقي فيه لايكس، فانت دماغك تبدأ تقول لا اكيد الناس دي كلها مش هتفكر غلط وانا اللي هفكر بشكل سليم، فتبدأ تعمل شير للبوست. او لو كل واحد فكر بالشكل ده الشائعات هتتنشر بشكل كبير. طيب احنا ازاي نواجه يعني ازاي نواجه خاصة في الفترة الحالية اللي بيتم نشر شائعات كتيرة جدا خاصة عن مصر؟ نرجع لمصادر، يعني لمصادر أصلية. احنا اساسيه. دلوقتي عندنا مثلا دلوقتي الاكونت بتاع وزارة الداخلية الرسمي، اي مثلا اي بلاغ بيتعمل ضد اي حد بيقدم مثلا محتوى مش كويس اي حاجة، بيتم التعامل معاه بصراحة بشكل فورا. فبصراحة بشكر جدا المنظمة على سرعة الاستجابة. يعني لو في اي مشكلة في اي حد عمل اي تجاوز بيتم احضاره، وبننزل بوست فعلا بالخبر يكون وبننزل في كل حاجة تحرك سريع ضد بالظبط. ضد فاحنا مرتكب ليه ما نرجعش الجريمه دي او للمصادر؟ المشكله دي. بالظبط، ليه ما نرجعش ده لمصادرنا استخدام الأساسية؟ حسن للتكنولوجيا. بالظبط. على الجانب التاني انا ممكن ان انا استخدمها بشكل سيء جدا، اضيع عليها وقتي، اتفرج على حاجات مش كويسه، وده كله برضو يعني هي من للاسف بقت من ركيزه اساسيه في تحديد شخصيه الفرد. على حسب هو انا دلوقتي ماسك الفون، خاصه الشباب، انا بتفرج على مثلا على حاجه معينه، بتفرج على كوره، بتفرج على السياسه، بتفرج على اي حاجه، انا هبتدي ان انا اتعلق بيها. فانا اتفرج على حاجه كويسه، حاجه تفيدني، حاجه تكون مفيده ليا، مش هتفرج مثلا على حاجه تكون بتضيع وقتي او لمجرد تسليه، او اتفرج على حاجه غلط. وزي ما قلت لحضرتك اهم حاجه موضوع نشر الشائعات، لان طبعا الشباب ممكن يكون الشباب دلوقتي بقى عنده وعي، بس في بعض الشباب ما عندهمش وعي، يعني ممكن يشوف الخبر ما يصدقش هو الخبر ده صحيح ولا لا. فزي ما قلت لحضرتك لازم ارجع للمصادر الاساسيه ان انا اتاكد منه. ما عنديش مصادر، انا ممكن اسال حد، ممكن اسال حد اكبر مني، هو اكيد بيكون عنده خبره في الموضوع ده. يعني بالذات المجالات دلوقتي، مجالات التكنولوجيا بقت كتير قوي، خاصه الاي اي. يعني مثلا من اهم حاجه ان انت لازم تكون بتعرف تستخدم التولز بتاعه الاي اي، بتوفر عليك وقت كبير جدا في اي حاجه، بتوفر عليك وقت كبير جدا في المذاكره. يعني هي من احد العوامل اللي هي ممكن تساعدك ان انت تجتهد جدا في المذاكره. تمام. فهو بيبقى يكون على حسب الاستخدام. طب ايه رايك في موضوع ان انا مثلا البيت الاب او الام يدي التليفون لابنه الصغير في البيت عشان يسكت، عشان يبعد عنه؟ رايك ايه؟ يعني بنشوف امهات كتير عشان تسكت حد تقول طب خد التليفون وسيبني بقى انا اشتغل او اشوف ورايا ايه. رايك في السلوك ده؟ هو السلوك نفسه خاطئ. انا ممكن ان انا اديله الفون بس مش علشان يسكت، انا ممكن ان انا اديله الفون ساعه او ساعتين في اليوم، ويكون بوقت محدد، احدد له وقت، احدد يعني. له وقت، مش هسيب له الموضوع فري، لان هو برضو طفل، هو مش عارف لسه اداره الوقت ومش عارف اي حاجه. وابتدي برضو ان انا يعني مش هقولك ان هو طفل هيبدا ان هو يتفرج مثلا على محتوى تعليمي او حاجه، بس افرجه مثلا على حاجه تكون مخصصه للاطفال هو يكتسب منها قيمه. بس يعني مثلا اقول احدد له وقت، انظم له وقته، لان زي ما قلت لحضرتك النشء على حسب ما هو بيطلع. يعني مثلا لو اهله علموه من وهو صغير مثلا قراءه القران، هيطلع لحد ما بيكبر بيقرا قران. فهي دي الفكره، انا بديله الفون بس بجيب له على حاجات معينه انا عايزه انميها في شخصيته. تمام. فبجيبها له من خلال الفون، مش مجرد بقى ان هو يلعب، وبرده لازم يكون في وسيله للترفيه. يعني انا برده مش هحجمه قوي من المحتوى اللي هو يتفرج عليه. ممكن انا اديله ساعه يتفرج على حاجه معينه تكون مفيده ليه، تنمي قيمه، ومثلا ربع ساعه يلعب لعبه، يعمل اي حاجه، بس برضه اكون فاهمه هو مشغل ايه على فون. طيب انت من خلال بقى تجاربك وتواجدك يعني في السن ده وفي الوقت ده، ومعاكي طبعا اكيد اخواتك الصغيرين وكلام من ده، وبتقابلي ناس من سن كده، تفضلي القعده على التليفون في البيت ولا ممارسه الرياضه في نادي او في حاجات من دي؟ انهي يعني المفيده ليكوا اكتر؟ لا طبعا اكيد الرياضه. ليها طبعا بعيدا خالص عن الفوائد الجسديه، ان انت صحتك هتكون افضل، نفسيا انت بتكون افضل جدا وانت بتمارس رياضه. حتى لو انت مش داخل المجال ان انا هدخل مثلا مسابقه وهكسب وكده، لا هي ممارسه. هي ممارسه. حاجه بتفرغ فيها طاقتك. وبرضو بترجع لتنظيم الوقت، ان انا هذاكر الوقت ده مثلا هروح فيه تمريني، فانا بلاقي ان انا حاجه بقابل صحابي، بمارس حاجه انا بحبها، بلعب رياضه، بخرج فيها طاقتي، وحاجه مفيده جدا. يعني بالنسبه لي لو هتقعد على السوشيال ميديا ولا تنزل تمرين، لا انزل تمرين افيد.
افضل. بالظبط اه. افيد بكتير جدا لصحتك. وبرضو ان انت بتغير جو، حاجه بتخرج فيها طاقتك. تمام. ك ك ك بقى كرغدة طالبة، اكيد بيجيلك انتقادات من زملائك، يعني مش كله هيثني عليك ويقول لك الله ينور على اللي بتعمليه وكلام من ده، اكيد حد كده بينتقدك، ودايما يعني بالبلدي كده بينكشك، يقول لك انت بتعملي ايه العمل التطوعي ده، بتردي بتقولي ايه ساعتها؟ مثلا هيقولك انت بتستفاد، انت بتضيع وقت. يعني اه مثلا انت اه. دلوقتي انا في ثالثه ثانوي ازهر، انت في ثالثه ثانوي ذاكري، ما تضيعيش وقت، مش عارفه ايه. هو بالفعل ممكن يكون في ناس خايفه عليك، بس برضو في ناس تانية ممكن تكون هي قصدها انت يعني بتعمل ايه، هتستفاد ايه من العمل التطوعي. والله انا برد عليهم. تحبطك يعني. بالظبط، انا برد عليهم بقول لهم هي حاجه انا بحبها. يعني انا شايفه نفسي في العمل التطوعي ان انا انزل في فعاليات، انزل اتواصل مع الناس. بحب جدا ان انا اتواصل مع الناس بشكل مباشر، ان انا انزل واشوف ارائهم، اشوف الدوله بتنفذ ايه. ابدا بقى ان انا انزل على مثلا الاكونت عندي الفعاليه اللي حصلت، ابدا ان انا اشرح الديتيلز اللي فيها. كل ده طبعا يعني زي ما قلت لحضرتك كده احنا بنبقى منتجين لبلدنا. طبعا احنا بيعود علينا فايده زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنكتسب قيم كبيره جدا ان احنا بننزل. بس فببدا ان انا ارد واشرح لهم الموقف ده، وان الدراسه هي مش عائق ليك ان انت تبدا ان انت تعمل حاجه انت بتحبها. تمام. شاركت في مبادرة كتف بكتف؟ لا بصراحه ما شاركتش فيها. طب ايه رأيك فيها؟ لا قريت اكيد بصراحه عنها او اطلعت عليها؟ هي بصراحة يعني المبادرات دلوقتي اللي بيتم إطلاقها بتتنفذ بصراحة بشكل يعني أكثر من رائع. مم. ويعني الحمد لله بجد إن بلدنا بدأت إن هي تنفذ مبادرات زي دي. وزي ما قلت لحضرتك هي بيشارك فيها يعني شباب كبير، يعني شباب كتير. مم. فأنت بتنمي الوعي عندهم وبتعمل يعني بتستخدمه في خدمة بلدهم. مم. تمام. بس يعني بصراحة مبادرة رائعة. جميل. نستكمل الحوار معاكي بعد الفاصل. إن شاء الله. بعد الفاصل ونستكمل حوارنا مع رغدة عواد والعمل التطوعي عند الشباب. ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا الكرام، والعمل التطوعي لدى الشباب، وضيفتنا الأستاذة رغدة عواد. يعني رغدة، أنا دلوقتي لو حد عايز يشارك في العمل التطوعي ولسه صغير زي كده ونفسه يشارك، بس متردد إن هو يتكلم مع أسرته، مع والده أو والدته في هذا الأمر، يعني تشجعي يعمل إيه، أو يبدأ إزاي، أو يتضم للفريق بتاعه إزاي؟ طيب هو اول حاجه يبدا بس يفهم هو عايز ينتمي لاي مؤسسه في العمل التطوعي، لان في مؤسسات كتير. يبدا ان هو يقرا عنها، ممكن يسال حد، واكيد في فريق يعني فريق للرد هيبدا ان هو يرد على الاسئله. بعدين يبدا يعني يتكلم مع الموضوع مع عيلته. ولو عيلته لازم ان هم يدعموا الشباب، يعني خاصه ما اعتقدش ان هو لو حد قال لعيلته ان هو هينضم لعمل التطوعي هيقولوا لا. بالعكس هيشوفها ان هو يعني خطوه ايجابيه ليه، لا، ان هو هو ممكن يكون هيستفيد في صعوبة بوقته. شوية عند البنات، يعني بالظبط. يعني ان ممكن انت يكون في ان انت بنت رقابة شوية وهتنزلي ازاي. على البنات شوية. بالظبط. ازاي ممكن يعدي الحاجز ده؟ ممكن مثلا اول مره باباها يوصلها مثلا للمكان، اخوها، مامتها كده. وبعدين طبعا في الاول بيكون الموضوع برضو رهبه للبنت ذات نفسها، مش يعني للعيله بس. بس بعدين بتبدا تدخل زي ما قلت لحضرتك، هو بيبقى تيم. فانتوا بتبقى تيم شباب وبنات مع بعض، وزي ما قلت لحضرتك انتوا من كتر ما بتنزلوا مع بعض انتوا بتتعودوا على بعض، فانتوا بتبقوا زي عيله يعني. بس يعني انا مثلا التيم اللي معايا في اي طب انت مؤسسه. حصل معاكي بقى اول مرة نزلتي ازاي؟ نزلت اول مره طبعا كان معايا حد من اسرتي. بالنسبه لي طبعا كان الموضوع غريب لان انا كنت نازله مش عارفه حد. بدات بقى ان انا اعرف مثلا بنات زمايلي كانوا موجودين، بقينا قريبين لبعض، بقينا اصحاب. اكبر منك في السن ولا نفس السن؟ هو غالبا انا كنت اصغر واحده موجوده في المكان. بدات ان انا اعرف الناس. بعدين زي ما قلت لحضرتك هو كان نظام تيم، احنا بنبقى تيم مع بعض. فانا التيم اللي معايا في اي مؤسسه انا معرفاهم على عيلتي. يعني التيم نفسه بيكون عارف عيلتي بتكون عارفاهم، فهو بيبدأ برضو يبقى انت عندك يعني ايه، بتكون مطمن شوية للناس بس عشان كده لازم يكونوا عارفينهم. يعني لان هما لو مش عارفينهم برضو هيكون في قلق ان انت نازلة شارع هتتواصلي مع الناس كده. وخاصة ان هي يعني بنت، وفي الايفنتات برضو انت بتبقى مش عارف الناس المتواجدة هناك. بس فهو لازم يعني يكسروا حاجز الخوف اولا، ينزلوا الشارع يبدأوا ان هم يتكلموا مع الناس. برضو الموضوع مش هيكون بشكل سلس في الاول، بس هي زي خبرة انت بتكتسبها. مثلا نزلت ايفنت في التاني في التالت فخلاص انت اتعودت.
وطبعا بيبقوا معاك، يعني انت ما بتكونش لوحدك، يعني ما اعتقدش خالص ان انت بيبقى في وقت انت بتبقى واقف لوحدك في الايفنت. انت دايما بيكون معاك التيم بتاعك، لان انتوا بتبقوا تيم مثلا مكلفين بحاجه معينه، فانتوا بتبقوا مع بعض عشان تنفذوا الحاجه دي. فبرضو الموضوع بيهدي الاسترس اللي بيبقى عندك، سواء انتوا بتبقوا بنات وولاد مع بعض، فانتوا بتبقوا عارفين ان لو حتى حصل حاجه في حد هيتدخل. ويعني غالبا الموضوع ده ما بيحصل مشاكل في الايفنتات، يعني الموضوع الحمد لله بيمشي بشكل سلس. تمام. تم اختيارك وتكريمك كطالبة مثالية عن محافظة الإسماعيلية، الموضوع ده قبل ما تتضم للعمل التطوعي ولا أثناء العمل التطوعي ولا بعد ما اتضميتي؟ هو كانت مرة قبل ما انضم. اتكرم طبعا، احنا بنتكرم في المنطقة الأزهرية عندنا عشان أنا طالبة أزهرية. خدت المركز الأول في الطالبة المثالية، وتم تصعيدي بقى عشان يعني بيبقى زي تحدي بين ال 27 محافظة. الاختبارات ايه يعني؟ الاختبارات يعني بتكون شاملة، بيكون طبعا قرآن كريم ده أهم حاجة عندنا أساس في التعليم الأزهري. معلومات عامة، لياقة بدنية لما احنا بنسافر بنختبرها، الكمبيوتر، اللغة، الحديث. يعني هو المسابقة الطالبة المثالية هي بيكون فعلا محتاجين مواصفات حد مثالي، يعني يعني الأدنى حد شاطر في كل حاجة يعني. بالظبط. تم تصعيدي، وكانت المسابقة في اسكندرية. شاركنا فيها 52 بنت الحمد لله. على مستوى الجمهورية. على مستوى الجمهورية 52 اللي تم تصعيدهم، بنصعد 2 من كل محافظة. الحمد لله خدت المركز العاشر. ده كان قبل ما انضم في العمل التطوعي. شاركت بعد ما انضميت في العمل التطوعي، والحمد لله تقريبا نفس المستوى. الاول هنا عندنا في المحافظه، والتاني والعاشر على مستوى الجمهوريه. جميل. ضاف لك ايه بقى العمل؟ يعني تاني مره وانت مشاركه بقى كان اكيد كان في ثقه اكتر، اول مره كان في رهبه، كان اول في مره انا كان عندي توتر مثلا ان انا هشوف ناس انا ما اعرفهاش. بعدين يعني في المره الثانيه انا اوريدي بشوف ناس كتير انا ما اعرفهاش وبتواصل معاهم، فممكن يكون يعني الرهبه عندي قلت. برضو من وانا صغيره مامتي بتحب ان هي مثلا انا اشارك في الانشطه بتاعه المدرسه، الاذاعه مثلا المدرسيه، الحاجات دي كلها، فممكن ان انا متعوده ان انا يعني اتكلم. في ناس بيكون مثلا بالنسبه لهم مهاره التواصل دي صعبه، يعني هو ممكن رغم انهم ممكن يكونوا شطار جدا، هم يعني شطار جدا، بس ما عندهمش يعني الحضور، او ان هم عندهم الجرأة ان هم يقفوا ويتكلموا ويجروا حوار او يتكلموا مع حد. يعني مثلا الاذاعه المدرسيه عندنا في المدرسه ممكن ان انا كنت بشارك فيها من وانا في اولى ابتدائي، يعني صغيره خالص. بس فطبعا يعني كل ده زي ما قلت لحضرتك، هي الاسره هي بنسبه كبيره بتحدد شخصيه الفرد. فعلشان كده يعني الاهل لازم ان هم يشوفوا ايه اللي هيفيد ابني بعدين. انا مثلا دلوقتي مش كل حاجه الدراسه بس، انا لازم ان انا في انشطه مجتمعيه، في انشطه حتى لو هي بتكون مناسبه لسنه، في رياضه، في ان انا يعني اخليه يشوف محتوى تعليمي مميز ويفيده بعدين، عشان انا اشكل شخصيته. لان هو بعد ما يكبر بنسبه كبيره انا مش هقدر ان انا اتحكم في شخصيته، فهو ينشأ على حاجه كويسه. وطبعا يعني الحمد لله ان انا في تعليم ازهري، فاحنا برضو بنكون يعني ناشئين على في حدود معينه، في قيم تربويه معينه احنا متربيين عليها. جميل. طيب، تقولي بقى يعني اللي البنات تقولي لهم ايه اللي في سنك كده، اللي مقبلين على، طبعا انتوا عندكم امتحانات قريبه خلاص هتبدا، اوريدي بداتوا، تقولي لهم ايه بقى في المذاكره؟ تديهم روشته كده سريعه، بما ان انت طالبه مثاليه وعندك ما شاء الله يعني طلعتي الاولى هنا في المحافظه في كافه طبعا الانشطه، وسواء كان انشطه علميه او انشطه طبعا عمليه زي الرياضه اللي بتتكلمي عليها، تقولي لهم ايه؟ هو اول حاجه احنا يعني لازم نقرب من ربنا ونحسن علاقتنا بربنا، وان احنا ندعي، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم ان انا يكون في تواصل مستمر، يكون في تواصل مستمر بينك وبين ربنا، وتدعي له ان هو يوفقك. انت مش التوفيق ان انت تطلع مثلا الاول في حاجه، ممكن انت تطلع الاول وهي تبقى شر ليك، فانت تدعي دايما ان ربنا يقدر لك اللي فيه الخير. دي اول حاجه. تاني حاجه طبعا زي يعني انت تبقى بر باهلك، لازم تبقى بر باهلك، يعني هم دعوتهم يعني بتفتح لك حاجات كتيره جدا. تالت حاجة انت تنظيم الوقت يعني حاجة مهمة جدا، استثمار بقى بالظبط. استغل وقتك في حاجة مفيدة تفيدك بعدين، ما تبصش مثلا دلوقتي انا لو انا نزلت رياضة استفدت ايه، طب بعدين على المدى البعيد انت هتحس فيها براحة نفسيا. مثلا نزلت شاركت في كورس، عملت اي حاجة، ان انت تشوف نفسك ان انت بتتطور في حاجة معينة، انت هتكون فخور بنفسك. ابتدي مثلا ان انا اقلل مثلا ان انا امسك السوشيال ميديا كتير لو هي بتأثر عليا،
بتأثر على صحتي، ان انا ما بنزلش، مهارة التواصل عندي بقت قليلة، لا الحق نفسي في الاول. والمذاكرة يعني المذاكرة اهم حاجة ممكن ان انت تنفذها في حياتك دلوقتي. طول ما انت مطلوب منك المذاكرة ذاكر اسعى، مش لازم ان انت تجيب 99% 98%، على قد اعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك وربنا يقدر بس لي خلاص، وربنا الخير. يقدر لك اللي فيه الخير. تمام. حاول ان انت الاشخاص اللي حواليك يكونوا بيدوك بوزيتيف انرجي. بلاش حد حواليك يقولك انت بتعمل ايه، هتستفاد ايه، لان هو برضو هيأثر عليك. فانت حاول صحابك اللي حواليك يكون شخصيتك، ان انت شخصيتكم بتكمل بعض. ممكن مثلا انا في وقت انا محبط مش عايزه اعمل حاجه، الاقي صاحبتي تقول لي لا يلا نذاكر يلا نعمل كده، انما ابقى انا محبط والاقي مثلا صاحبتي تقول لي ما خلاص بقى بلاش مذاكره النهارده. احنا الاتنين ده اثر سلبي علينا. فاحنا برضو البيئه المحاوطه حواليك لازم تكون بيئه كويسه. ابدأ بقى يعني خرج طاقتك في حاجة انت بتحبها. كل واحد فينا عنده موهبة غير التاني، مثلا موهبة الرسم، موهبة انا بعرف اتكلم، موهبة مثلا انا كويس في الانجليش، انا صوتي حلو في القرآن. كل واحد عنده موهبة بيبدأ يخرج فيها طاقته. طب ايه هي موهبة رغدة اللي بتخرج فيها طاقتها انا غير العمل التطوعي؟ بصراحة بحب جدا الرياضة، خاصة الكورة. يعني عندي محتوى مثلا على السوشيال ميديا، بحب جدا الخص الماتشات، يعني بتحللي ماتشات؟ اتابع الاخبار جميل. كده. يعني نجيبك معانا في البرامج الرياضيه بقى ان شاء الله. بتتابعي المباريات وكده؟ بحب جدا موضوع الرياضه، يعني بشوف ان هي مش شايفه ان هي غريبه شويه للبنت ولا عادي يعني؟ طبعا في الاول الموضوع هتلاقي اللي حواليك يعني كوره، يعني الموضوع بيبقى غريب شويه، يعني بنت وفاهمه في الكوره، بنت ازهريه وكوره فتلاقي مثلا الناس تعملي حاجات غريبه انت. ميكس غريب من كل حاجه. تلاقي مثلا الناس بقى تبدا تقول لك ايه، البنات ما يعرفوش يعني ايه كوره، البنات مش عارفين يعني ايه اوف سايد، يعني اكتر حاجه. بس لا انا بحب الموضوع، يعني الموضوع في الاول انا من وانا صغيره بحب جدا اتفرج على ماتشات، بشجع الاسماعيلي. فانا يعني بحب جدا الاسماعيلي. بعدين في الموضوع يعني بدا ان انا اتطور، الاقي نفسي ان انا فاهمه هم بيعملوا ايه، اقدر مثلا انا والماتش شغال اقدر اقول لك نسب الاستحواذ، اقدر اقول لك ده مثلا عمل كام باص صح، الحاجات دي كلها. فبالنسبه لي الموضوع ده حلو، بخرج فيه طاقتي وانا مرتاحه وانا مبسوطه، حابه الموضوع. حد معاكي زيك كده ولا انت المنفرده بالحوار ده؟ في الاسره عندنا، في الاسره او في المدرسه؟ هو في المدرسه ممكن يكون ان انا منفرد، عشان حوار برضو الكوره ده غريب شويه بالنسبه للبنات. انما في الاسره عندنا انا عندي اخواتي الاثنين هم اوريدي بيلعبوا كوره. بس فاحنا بالنسبه لنا موضوع الكوره ده يعني مش هوايه، هي ممكن تكون حاجه اساسيه من واحنا صغيرين واحنا متربيين عليها. جميل. يعني انا بصراحه سعيد، يعني انت قلت حاجات جديده وغريب بس جميله، يعني كوره وبنت وازهريه، حاجه رائعه. طب انت ذكرتي حاجه مهمه دلوقتي، يكون بار باهله. اكيد. يعني طب بار باهله ازاي هو لسه ممكن يكون ما عندوش قدره ان هو يقدر يجيب حاجه او يشتغل او يقدر يصرف؟ فانت اكيد رجعتي للايه الكريمه اللي بتقول لك ولا تقل لهما افا ولا تنهرهم. انا وقل ابسط لهما حاجه قولا وكل لما قولا كريما. صدق الله العظيم. ممكن يكون دي اقل حاجه تعملها. اقل حاجه ان انت يعني حاول ان انت ما تجادلش كتير، او حتى قول حاضر. طبعا احنا دلوقتي ممكن نكون الفتره اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، انت مثلا لو اهلك حبوا ان هم يفرضوا عليك قرار انت هتقول لا. طب ما انت هتقول لا، انت حاول ان احنا يعني مثلا احنا عندنا في البيت بنحاول نقرب وجهات النظر. انا مثلا في موضوع شايفه ليا وجهه نظر، اهلي شايفين ليهم وجهه نظر تانية، بنبدا ان احنا نتكلم مع بعض علشان نقرب وجهات النظر، بحيث ان ما يكونش انا مثلا زعلتهم ورفضت قرار ولا هم فرضوا عليا قرار. فالموضوع بجد نفسيا بيكون مريح جدا. وانت لازم تكون بار باهلك، ده يعني مذكور في القرآن وفي السنة. انت لازم تبقى بار باهلك. طول ما انت بار باهلك وهم بيدعوا لك، انت ربنا هيوفقك في حاجات كتير جدا. يعني ممكن حتى تكون انت يعني ايه بتعمل سعي مش بنسبة 100%، بس بتلاقي الحاجة اللي انت عايزها دي، مثلا من دعوة امك ليك وانت راضيتها بحاجة معينة حتى لو كلمة بسيطة. يعني ما نبداش ان احنا نتعصب عليهم لمجرد مثلا ان هم قالوا حاجه، لا احنا نسمعهم زي ما احنا عايزين اللي يسمعنا، هم برضو عايزين اللي يسمعهم. نبدا ان احنا نسمعهم ونقرب وجهات النظر. تمام. يعني انا سعيد جدا بالحوار معاك يا رغده، وبقول لك منوره دايما، وانا اتشرفت جدا بحضرتك كده دايما. يعني محلله رياضيه كبيره بقى إن شاء الله. ولا حاجه تانية؟ هو نفسي ادخل كليه الطب.
نفسك تدخل تبقى دكتورة؟ ان شاء الله. انت ميكس زي ما قلت ميكس دلوقتي. غريب. حاجات كلها، بس حاجات كلها جميلة فعلا شكرا يعني. لحضرتك. اتمنى ان شاء الله باذن الله تحقق كل امنياتك، وان شاء الله باذن الله نشوفك دكتورة متخصصة في مجال عظيم في احد مجالات الطب المختلفة. بشكر حضرتك وبشكر فريق الاعداد المحترم اللي تواصل معايا النهارده، وكان ليا الشرف ان انا اتواجدت مع حضرتك النهارده. واحنا سعداء جدا بيكي وبشكرك. شكرا ليكي. مشاهدينا الكرام، ده نموذج من النماذج الجميلة الصغيرة، لسه في ثانوي عام وطالبة مثالية، وما شاء الله عندها يعني طموح كبير في مجالات مختلفة، وإن شاء الله بإذن الله توصل لأحلامها وطموحاتها بالدعوات. وبحاجة مهمة جدا إن أنت تكون قريب جدا من ربنا ويكون في تواصل. دي روشتة لكل أبنائنا الطلاب طبعا فيه وغير الطلاب وكله، ان انت تكون دايما في تواصل مستمر مع ربنا، وادعي ربنا وربنا يقدر لك الخير. دي حاجة جميلة قالتها. وتكون بار بأسرتك وبأهلك، دي ايضا حاجة رائعة واكثر من رائعة، وان شاء الله ربنا يكرمك. بشكر طبعا ضيفتنا الكريمة النهاردة رغدة عواد، التلميذة الناجبة اللي ان شاء الله باذن الله نتمنى نشوفها في ارقى واعلى المناصب في القادم باذن الله. بشكرها على عملها التطوعي وخدمة المجتمع اللي هيكون له دور ايضا في بناء شخصيتها في القادم باذن الله. كانت حلقتنا من اجل مصر. في الختام احب اقول دام الله الخير عليكم، دام الله الخير على مصر.